صباح الصباح يا دكتورة. الوصية وجزيرة غمام وما وراء الطبيعة أعمال مختلفة تماما عن بعض، بس المشترك بينهم هو الفنان اللي أبدع في الثلاث أعمال أحمد أمين. أحمد أمين هتلاقيه بدأ يظهر في أعمال هنا وهناك وأنت أصلا مش عارف هو ظهر إمتى ومنين. بص، هو أحمد أمين له قصتين بالنسبة لي، قصة أحمد أمين كمؤلف وقصته كممثل عادي. ممكن أبدأ من الأول لما بدأها كمؤلف لأعمال الرسوم المتحركة سنة 2005 بمسلسل سكر وبنجر، اللي أنا لسه عارف اسمه وأنا بتفرج على الحلقة دلوقتي، ومش عارف هل ممكن ألاقيه على اليوتيوب أو في حتة واتفرج عليه ولا لا. انت فين يا بنجر؟ طبعا مستخبي، تعمل مشاكل وتستخبى. بس قصة المسلسل زي ما مكتوب في موقع السينما إنها بتدور عن بنت كفيفة اسمها سكر بتحب تخوض مغامرات وبتستعين بحتة بنجر. ثواني، بنجر؟ بص، أنا مش عارف هما قصدهم البنجر اللي هي النبتة ولا بنجر دي شخصية أو اسمها كده. يا نهار ازرق. بس ايا كان انا مش عايز اهري كتير لاني فعلا ما شفتش المسلسل. يعدي سنتين من فشل المسلسل الاولاني وتيجي 2007 ويعمل مسلسل كوكب كراكيب، المسلسل اللي اتكتب عليه الفشل من اول ما نزل ولحد دلوقتي، لان حتى قناه فاكرين عملت عليه حلقه وهي اقل حلقه جايبه عندها مشاهدات. المسلسل برضو عشان ما هبتش انا اتفرجت عليه من 4 شهور برضو لما قناه فاكرين نزلت عليه الحلقه. خيانة خيانة، ده أكيد اعتداء من كوكب الأرض، عايزين يهزقونا في يوم عيدنا القومي، لكن على مين؟ لازم أتفوق على أسلحتهم. المسلسل بيحكي عن تيكي وبوجو، كائنات فضائية من كوكب من بره المجموعة الشمسية، وهم في رحلة فضائية سياحية. في يوم المكوك بتاعهم بينحرف وبيروحوا كوكب كراكيب. تبدأ من هنا أحداث مسلسل عبثي بس فعلا معمول بنظام جدا. المسلسل كله رغم إن ما كانش فيه شخصيتين، وهي شخصية بوجو اللي كان بيقوم بدورها أحمد رزق، وشخصية تيكي اللي كان بيقوم بدورها أشرف عبد الباقي، بس برغم عدم وجود ممثلين كتير واعتمادهم على ممثلين 2 بس، المسلسل فعلا مسلي وممتع وبتضحك كتير وانت بتتفرج عليه. المسلسل فعلا الانيميشن بتاعه رغم ان هو كان بدائي نوعا ما بس كان هو حلو للفتره بتاعته، وبعيدا عن ستايل الانيميشن الكتابه كانت حلوه جدا، وده اللي ساعدت الاداءات الصوتيه ان هي تطلع بالجمال ده. انا من اول ما اتفرجت على المسلسل من 4 شهور وتتر المسلسل لازق في دماغي، واللي كان بيغنيه المغني اللي انا بقيت اقراه وما بحترموش بسبب ارائه في القضيه وهو محمود العسيلي. وبمناسبه القضيه محدش ينسى الدعاء لاخواتنا في البطيخ، واي حد قادر فعلا يتبرع يعمل كده. نرجع بقى لموضوعنا، من الحاجات اللي كانت مخلياني مكمل المسلسل فعلا مستمتع بيه هي الموسيقى التصويريه اللي كانت لعلي فتح الله، اللي اشتغل في حاجات قبل كده زي قصص الحيوان في القرآن وقصص الإنسان في القرآن، اللي أنا بصراحة نفسي أعمل حلقة عليهم لأنهم من أحسن مسلسلات الأنيميشن المصرية من حيث الرسم والكرتون والتحريك والأداء والكتابة. فلو حابب إن احنا نتكلم عليهم أو نتكلم على الأعمال المصرية اللي تخص الأطفال اكتب لنا تحت في الكومنتات. المهم أي كلام أنا هقوله على مسلسل كوكب كراكيب هو تقريبا هيبقى حلب اللي قناة فاكرين قالته، فأنا هسيب لكم الفيديو بتاعهم في الأي اللي فوق وروحوا اتفرجوا عليه وقولوا لي رأيكم. نخش بقى على المسلسل اللي بعده وهو الجزء الأول من بسنت ودياستي، والمسلسل ده بقى انا اتفرجت عليه من وانا صغير. المسلسل ببساطه بيحكي عن دياستي وبسنت اللي عايشين في كفر تقريبا اسمه كفر ابو عجوه، ودياستي على مدار الحلقات كلها بيحاول يعمل مشاريع عشان يطور الكفر ويواكب العصر والتكنولوجيا. حرفيا فكره بتيجي في الاحلام، بس بصراحه المسلسل اتقدم بطريقه حلوه جدا. وايه كمان؟ ولسه في كمان. ايوه، تجيب معاك علبة سمنة حاضر وكيس سكر حاضر. ومنضف باركيه. بركة ليه يا بسنت؟ بس تعمله في الغسيل يا دياستي. رغم ان العامل المشترك في ال3 اعمال اللي فاتوا ديت هي كتابه احمد امين المتميزه، بس احنا كان لازم ندي الكريدت لصلاح عبد الله وحنان ترك. اخر 2 كنت ممكن افكر فيهم ان هم يعملوا فيس اوفر لمسلسل كرتون، بس هم فعلا من احسن الناس اللي عملوا كده، بالتحديد حنان ترك. حتى ستايل الانيميشن في المسلسل كان مختلف وكان معمول حلو جدا. بس على سبيل الذكر احمد امين ما كتبش غير الجزء الاول والجزء الرابع من المسلسل، والجزء الثالث شارك بس كدراماتورج للمسلسل. ونيجي بقى للمسلسل الكرتوني الاشهر لاحمد امين وهو مسلسل القبطان عزوز لسامح حسين، وهو من الاعمال القليله لسامح حسين الكويسه كبطوله يعني. ابوس ايدك يا صلاح بيه، اديني فرصتي بقى. ده انا ياما عملت لك البحر طحينه، وفي كل سنه في حفله البحريه القباطنه البحارين زمايلي بيتكرموا ما عدا انا. بعدها هيشارك احمد امين في كتابه فيلم مدن ترانزيت لصبا مبارك، وشارك برضه في كتابه البرنامج الديني رحماء بينهم اللي على ما عرفت يعني ان هو كان نظام سكتشات توعويه وكده. واحمد امين برضه ما وقفش عن التاليف لحد دلوقتي او مشاركه في التاليف، لانه في 2018 يعمل مسلسل مشتق من عالم القبطان عزوز اسمه الكابتن عزوز، وانا ما اتفرجتش عليه بصراحه وما اعرفش حد اتفرج عليه، فانا مش
مش عارف الفيدباك على المسلسل كانت حلوه ولا وحشه. واحمد امين في كل الاعمال بتاعته زي الصفاره والبلاتو بجميع اجزائه وامين وشركاه هو كان بيشرف على الكتابه. ممكن دي من الحاجات الحلوه في احمد امين انه بيحب يشارك شباب كتير، لان كان ممكن احمد امين بكل بساطه يقول لك لا انا اللي هكتب المسلسل ده او البرنامج ده، بس احمد امين زي ما قلت لك هو فعلا بيحب يشارك شباب ويدي فرص كتير. وبس هنا انا ممكن نتكلم بقى عن مسيره احمد امين في التمثيل، ودي بقى انا حضرتها من اولها من اول 2015 و2016 لما كان بيعمل فيديوهات على اليوتيوب كانت مشهوره باسم ازاي تعمل كذا في 30 ثانيه. ازاي تخسر كرشك في 30 ثانيه. طبعا مساله السمنه والوزن الزياده وكده دي مشكله الناس كلها بتعاني منها، يعني ده مرض العصر يعني، واحنا بنشوف بره الناس الرشاقه والحركه الخفيفه ومش عارف ايه وبتاع، فدي مساله مهمه جدا. عشان كده قلت اعمل ازاي تخسر كرشك في 30 ثانيه. وكانت مجموعه فيديوهات ناجحه جدا، فيديو قصير تقريبا من 30 ل 3 دقايق بتضحك فيه من قلبك وبتستفيد منه لانك بتعرف معلومات او معلومه جديده انت ما كنتش تعرفها قبل كده. بعدها في 2016 يعمل برنامج البلاتو اللي فعلا من احسن البرامج الكوميديه اللي انا شفتها في حياتي. تصدق بايه جنابك؟ قول ونعم بالله. ونعم بالله. انا شخصيا مش عارف كل النعمه اللي انا فيها دي منين. انا حاسس اني ما استاهلش، لكن تقول ايه بقى، ملك الملوك اذا وهب فلا تسالن عن السبب. والبرنامج صالح انك تتفرج عليه انت وعيلتك واطفالك وتبقوا مستمتعين وبتضحكوا. والبلاتو او احمد امين تحديدا من الحاجات اللي بتخليك تحس ان الكوميديا في مصر لسه بخير، مش زي اللي بيتعمل من فنانين كبار زي محمد سعد واحمد حلمي ومحمد هنيدي. ويطلع احمد امين في اول عمل له كضيف في مسلسل خلصانه بشياكه اللي كان مع احمد مكي وهشام ماجد وشيكو. هو الدور صغير لا يذكر بس فعلا المشهد كان كويس. يا نهار اسود، بنت الذين مشردها لي على الفيسبوك. يا كنزي الكلب. طب ودي اللي افرجك على الفيديوهات اللي انا مصورها؟ انت لسه هتفرجني؟ اعمل لها جروب. ويعمل بعدها سنة 2017 مسلسل إذاعي اسمه بابي سيتر. هو أنا في حياتي بصراحة عمري ما اتفرجت على مسلسلات إذاعية، فلو التجربة تبقى ممتعة قوليلي في الكومنتات وممكن نجرب. وفي نفس السنة برضه يطلع ضيف شرف في مسلسل الكنز الجزء الأول، بس مش كممثل، كمغني. أحمد أمين فعلا كان مغني حلو، أنا مش عايز أقول لك مؤدي لأن أحمد أمين فعلا صوته حلو. وبعد مسلسل الكنز يعمل البلاتو الجزء الثالث، والجزء ده كان الأخير للأسف. أنا مش عارف هل هم ناويين يعملوا أجزاء تانية ولا لأ، بس أنا فعلا بتمنى إن هو يتعمل منه أجزاء تانية لأني إلى الآن بفضل أعيد الأجزاء القديمة لحد دلوقتي. لازم بقى نقف شويه لان احنا داخلين على سنه 2018 عند النقله اللي حصلت في تاريخ مسيره احمد امين الفنيه، وهو مسلسل الوصيه اللي كان بطوله مشتركه مع اكرم حسني وريم مصطفى. انا مع كامل احترامي لاكرم وريم بس انا ما بقتش احب اقول ان هي بطوله مشتركه، هي كانت بالنسبه لي بطوله لاحمد امين لوحده، لاني طول المسلسل فعلا ما ضحكتش غير على احمد امين. لا حبيبي، هي بتسأل على السن اللي هو العمر، احنا مش اي سؤال هنتعاطاه. واكرم حسني برضه كان بيجتهد وبيشتغل على نفسه عشان يعمل شخصيه حلوه وكوميديه، بس صدقني ما قدرش يجيب 10% حتى بس من كوميديا احمد امين، وده مش تقليل من الفنان اكرم حسني، انا بحبه جدا على فكره. ولو انت ما اتفرجتش على المسلسل لحد دلوقتي فخش اتفرج عليه، هو اصلا موجود على اليوتيوب فانت مالكش حجه. المسلسل كان مليان ضيوف شرف زي ايمن وطار اللي بالمناسبه هو اللي كتب المسلسل اصلا، واسماعيل فرغلي ومجدي عبد الغني، والفنان اللي مش واخد حقه تماما محمد طعيمه، وكان معاهم الفنان محمد جمعه واللي عمل الشخصيه الاشهر في تاريخه تقريبا وهي شخصيه عم ضياء، وكان وجود الفنان احمد حلاوه الله يرحمه والفنان خالد كمال والفنان عارف عبد الرسول لطيف كده وخفيف على القلب. وكل ده برضه لو كان تحت قياده مخرج سيء كان هيطلع مسلسل سيء، بس انت هنا عندك المخرج خالد الحلفاوي اللي عمل حاجات زي مسلسل مكتوب عليا وفيلم نادي الرجال السري وتسليم اهالي. يطلع بعدها احمد امين ضيف شرف في فيلم نادي الرجال السري مع كريم عبد العزيز، وضيف شرف مع دنيا سمير غانم في مسلسل بدل الحدوته 3. نيجي بقى على الحاجه المؤثره جدا في حياه احمد امين الفنيه وهي مسرحيات وسكتشات امين وشركاه. بعون الله لو جربناها تشتغل معانا زي الفل. بيقول لك ايه بقى، انا اكتشفت ان اي كلام فارغ هتحطه على حزين ياكل مع الناس. الحاجه الوحيده اللي هتلاحظها في احمد امين ان هو معاه تيم كده بيظهر معاه في كل اعماله تقريبا، وبصراحه الكيمستري بينهم حلوه جدا، اللي منهم ياسمين رحمي وشريف عبد الفتاح ومحمد طعيمه وحاتم صلاح ورحمه احمد، وكان بيطلع معاهم ضيوف شرف كده زي الفنان اسماعيل فرغلي والفنان الشاب طه دسوقي. وبمناسبه طه دسوقي احب اشكركم على وصول حلقه طه دسوقي 30,000 مشاهده في خلال فتره قصيره جدا. ممكن يكون ال 30,000 مشاهده بالنسبه لناس كتير رقم قليل، بس بالنسبه لي هو رقم كبير، وبجد انا بشكركم على ده. وخلاص ما فاضلش كتير على 2000 مشترك، تقريبا 50 او 40 واحد، فاتمنى على ما الحلقه دي تكون نزلت تكون وصلنا 2000 مشترك. ويلا نكمل حلقتنا. من التيم برضو اللي كان شغال مع احمد امين هو المخرج علاء اسماعيل اللي عمل معاه تقريبا كل اجزاء البلاتو وامين وشركاه وبرنامج الفاميليا اللي هنتكلم عليه كمان شويه. تيجي بقى سنه 2020 ويكون تاني محطه في مسيره احمد امين الفنيه، وهي لما اعلنت نتفليكس عن اول مسلسل مصري بالتعاون مع المخرج عمرو سلامه والممثل احمد امين، وهو مسلسل ما
وراء الطبيعة اللي متاخد عن مجموعة روايات ما وراء الطبيعة للأستاذ العظيم أحمد خالد توفيق الله يرحمه، اللي أنا شخصيا بحبه جدا وبحب رواياته، ورغم إن الأستاذ أحمد خالد توفيق مات من 2018 هو عايش معانا لحد دلوقتي برواياته، واللي ما بيحبش الروايات فرواياته عايشة معانا في الأفلام والمسلسلات اللي بتتعمل منها. أستاذ أحمد خالد توفيق هو سايب بصمة لحد دلوقتي، وطبعا ندعيله بالرحمة في الكومنتات. ونتكلم بقى بعمق شوية عن مسلسل ما وراء الطبيعة. مسلسل ما وراء الطبيعة بالنسبة لي هو أحسن مسلسل مصري قصير أو أحسن مسلسل مصري عموما. ممكن أتهاجم شوية بسبب الكلام ده، بس أنا فعلا قايله من قلبي لأن أنا بعشق المسلسل ده جدا. كل ممثل فيه قدم دوره على أكمل وجه، وهسيب أحمد أمين على جنب شوية هتكلم عن اللي كانوا معاه، وأولهم الفنان رشدي الشامي اللي كان قايم بدور رضا أخو رفعت إسماعيل، واللي بصراحة كنت أول مرة أشوفه في المسلسل ده. وبعده الفنانة سماء إبراهيم اللي أنا برضو كنت أول مرة أشوفها في العمل ده. سماء إبراهيم قدمت دور رؤيفة أخت رفعت إسماعيل الكبيرة، قدمته بكل طبيعية وتلقائية. فعلا أنت ما حسيتش بأي اصطناع في شخصيتها لأنها كانت قايمة بدور أم مصرية زي أي أم موجودة في البيت دلوقتي. والفنانتين بقى اللي كانوا بيكملوا مربع الحب في مسلسل ما وراء الطبيعة هي الفنانة رزان جمال اللي كانت قايمة بدور ماجي، والفنانة آية سماحة اللي كانت قايمة بدور هويدا. وأنت طبعا عارف رأيي في الفنانة آية سماحة من حلقة الأفضل في 2023، لما كنتش اتفرجت على الحلقة هتلاقي الحلقة في الأي اللي فوق. آية سماحة ورزان جمال فعلا من الفنانات الشابات اللي أنا فعلا حبيت أشوفهم من بعد المسلسل ده. آية سماحة بعد المسلسل ده انتشرت وعملت أعمال كتير زي على باب العمارة وسيب وأنا سيب، لكن رزان جمال بصراحة أنا ما شفتهاش بعدها غير في كيرة والجن. عارف إن هي طلعت في مسلسل اسمه التمن مع باسل الخياط ومسلسل تغيير جو مع منة شلبي، بس بصراحة الأدوار ما كانش ليها تأثير كبير، وأنا بجد بتمنى أشوف رزان جمال في أعمال كتير لأني بجد استمتعت بأدائها في مسلسل ما وراء الطبيعة وفي كيرة والجن. نيجي بقى على الممثلة الأخيرة قبل ما أتكلم عن أحمد أمين، وهي الطفلة ريم عبد القادر. ريم بقى المرة دي غير أي طفلة بتمثل، هي مش بتمثل عشان حلوة وكيوت وبتعمل رياكشنات لطيفة. ريم كانت قايمة بدور عفريتة اسمها شيراز. مش عايز أحرق المسلسل اللي ما اتفرجش عليه، بس فعلا ريم عبد القادر قدمت دورها حلو جدا، وأنا انبهرت من أداء طفلة في الدور ده لأنها فعلا في أوقات كانت بترعبني وفي أوقات كانت بتخليني أعيط. نيجي بقى لأحمد أمين اللي من أول ما سمعت خبر إن هو هيعمل شخصية رفعت إسماعيل بتاعت ما وراء الطبيعة أنا عن نفسي خفت، رغم حبي الكبير لأحمد أمين، بس هو معروف ككوميديان مش ممثل درامي. بس بعد ما شفت المسلسل أنا حسيت إن محدش هيقدر يقوم بشخصية رفعت إسماعيل غير أحمد أمين بعد كده. فعلا أحمد أمين قدم الدور ببراعة، ده كله كان تحت قيادة المخرج العظيم واللي أنا بحبه جدا المخرج عمرو سلام. فأنا بشكر كل صناع العمل تحديدا اللي عمل الموسيقى التصويرية خالد القمار تقريبا، شكرا بجد لأنهم طلعوا لنا واحد من أحسن المسلسلات المصرية. بعدها أحمد أمين يعمل مسلسل إذاعي اسمه ورطة فنية مع هالة فاخر. بص أنا مش هتكلم عنه بصراحة لأني ما شفتوش، وزي ما قلت لك أنا ما بسمعش مسلسلات إذاعية. ويطلع بعدها ضيف شرف في فيلم بره المنهج اللي برضه كان مع عمرو سلام. ويجي بقى رمضان 2022 وينزل مسلسل جزيرة غمام لطارق لطفي ومي عز الدين، وطبعا كان معاهم الفنان أحمد أمين. مش هبقى بأفور لو أنا قلت لك إن أحمد أمين فعلا كان معلم على طارق لطفي وفتحي أبو وهاب ورياض الخولي في المسلسل. أحمد أمين رغم خبرته الصغيرة في المجال بس هو فعلا ممثل تقيل واشتغل على نفسه فترة كبيرة. بسم الله ستار الحبايب، بسم الله. وانا ما كنتش متوقع ان ممثل لسه بادئ نسبيا زي احمد امين هيعلم على ممثل عظيم زي رياض الخولي او طارق لطفي. انا عارف ان انا بقول الجمله دي كتير، بس المسلسل فعلا واحد من احسن المسلسلات الرمضانيه. نوعيه مسلسلات كده احنا ما شفناش بقالنا كتير، بتحسسك كده في فتره التسعينات والثمانينات. بعدها يعمل احمد امين برنامج الفاميليا اللي انا شفت منه 3 حلقات تقريبا. هو برنامج عائلي زي ما باين من اسمه طبعا، وبيقدم رساله حلوه جدا، بس حسيت ان هو مش ذوقي او هو معمول للعيله اكتر. نيجي بقى على اخر عمل له هو مسلسل السفاره. المسلسل لسه نازل رمضان اللي فات، وانا بقى بصراحه مش هتكلم عن قصه المسلسل ولا هتكلم عن اي حاجه، انا بس هركز على احمد امين والناس اللي كانوا معاه. لا مش معقول، لا يبقى الولد تعبان قوي كده يا فندم. يا فندم ايوه اصل 11 مره في اسبوع ده معناه حاجه من الاثنين، يا اسهال يا تعنيه. حضرتك فاهمه، انت خبره اكتر مني. عشان في ناس بتفاجئ ان لحد دلوقتي هي ما اتفرجتش على المسلسل، فانا مش عايز احرق لهم القصه. احمد امين في المسلسل هو كان طالع احمد امين، طالع بطبيعته جدا وفعلا كان بيضحكني، مش معناه ان هو وحش، بس فعلا اللي كان بتساب ليهم مساحه كبيره بقى هو الفنان طه دسوقي والفنانه آية سماحه والفنان حاتم صلاح. الثلاثه بالنسبه لي المسلسل من غيرهم هيقع حتى لو احمد امين موجود فيه. وانا زي ما قلت لك في الاول احمد امين بيدي مساحه للشباب اللي
اللي معاه، مش حابب فكره ان هو ياخد الكادر لوحده او يقول الافيهات كلها لوحده. المسلسل بصراحه حلو جدا، وانا كنت في رمضان مش بتفرج على غيره تقريبا، ولما رمضان خلص اتفرجت عليه واتفرجت على المسلسلات اللي فاتتني طول رمضان. المسلسل 15 حلقه، فلو ما كنتش اتفرجت عليه روح اتفرج عليه دلوقتي. عارف ان انا اديتك ترشيحات كتيره في الحلقه دي، بس فعلا كل الترشيحات اللي انا اديتها لك هي حلوه جدا وتستحق لو انت فاضي تروح تديها حقها وتتفرج على المسلسلات دي. وحاجه بقى بمناسبه رمضان، كل سنه وانتم طيبين. اولا، ثانيا ده شهر عباده، المسلسلات مش هتطير لو اتفرجت عليها بعد رمضان زي ما انا عملت السنه اللي فاتت. ممكن تختار مسلسل واحد مثلا تتفرج عليه بعد الفطار، بس تكون متاكد وانت بتتفرج على المسلسل انك ما قصرتش ولا في عبادتك ولا صلاتك. انا بس حبيت اقول كده في اخر الفيديو لاني بشوف ناس حرفيا بتنسى رمضان وبتنسى العباده وبتنسى الصلاه وبتتفرج على المسلسلات بس. وفركش. أنا علم نفسي وسعيد بنفسي متأقلم ويا نفسي.